كل انواع الرياضه مفيده وكل انواع الرياضه مهمه، سواء كانت للاطفال العاديين او الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وسواء كانت رياضه جماعيه او رياضه فرديه. ولازم يكون في ممارسه رياضه بصوره يوميه تحت ايد كابتن، بشرط ان هي تبقى منتظمه ومش بشكل عشوائي. واغلبنا بيشوف ان الرياضه نشاط ترفيهي او نشاط ترويحي، ودي حاجه صح، ولكن الرياضه مش نشاط ترفيهي بس، دي مهمه جدا للطفل لتنميه كافه مهاراته المختلفه. الرياضه مهمه ليه؟ رقم 1 بتشغل وقت فراغ الطفل، رقم 2 بتزود قدره الطفل على التفكير والتخطيط، وكمان الرياضه بتزود التركيز والانتباه بكل انواعه، رقم 3 بتزود مهارات التواصل البصري، وزي ما قلنا التركيز والانتباه، بتنمي المهارات الحركيه الكبرى والصغرى، وبتنمي مهارات التآزر البصري الحركي. وكمان الرياضه بتعالج المشاكل النفسيه والاجتماعيه عند الطفل، ودي مشكله بيعاني منها اغلب اولياء الامور. ولو ابنك عنده فرط حركه او تشتت انتباه او طاقه زياده، الرياضه بتخفف فرط الحركه وتشتت الانتباه والطاقه الزياده. من الاخر كده انت تبقى ظلمت ابنك لو ما خليتوش يمارس اي نوع من انواع الرياضه حتى لو كانت ايه.